وأما المثال الآخر داعية عظيم القدر نحسبه كذلك أيضا والله حسيب ولا نزكي على الله أحدا، قل نظيره، وأنا حقيقة أعرفه من 31 سنة وما جلست إليه قط إلا جلسة التلميذ الصغير أمام المعلم الكبير. وأنا ما أقول هذا تواضعا كاذبا، لا لا لا، هذا ليس من شأني، يعني أنا أقول ما عندي وأمشي، ما هذا هو الحق. وما استصغرت نفسي قط عند أحد من أهل العصر، وما احتقرت عملي قط، استصغاري نفسي واحتقاري عملي أمام هذا الرجل الذي عمل لله تعالى 34 سنة في إفريقيا، أظنكم عرفتموه. نعم، الطبيب العظيم عبد الرحمن السميت، هذا رجل عظيم ما عرفه قومه ولا عرفته أمته. هذا الرجل أعرفه من 31 سنة، وعرفته هنا في الحج، جاء عندنا في المخيم سنة 1404 يعني 84، وأثر فينا تأثيرا غير طبيعي. الرجل ليس بليغ الكلام لكنه بليغ الفعال، وهذا أهم بكثير من بلاغة الكلام. قال، هو يحكي لي كل الذي أذكره لكم الآن وأختم به حتى لا أطيل عليكم، هو الذي ذكره لي، أنا ما نقلته من وساطة ولا قرأته في كتاب، منه مباشرة. كم جلست إليه وأفتخر وأعتز بهذا الجلوس وأعده نعمة الله علي. قال، أنا درست الطب في بغداد سنة 92 للهجرة، ثم ذهبت إلى بريطانيا والدراسات العليا في الطب. هناك سمعت بمؤتمر جرى في أمريكا في كولورادو، وسمعت به أنا مدة طويلة، سمع به كثيرون، لكن انظر الفارق بين سماع أمثالي وسماع أمثاله. ذاك المؤتمر عقد في كولورادو في أمريكا عام 1398، ولمن ضيع تاريخه الهجري وتاريخ عزه وحضارته بالنصراني سنة 78. اجتمع رؤوس الضلال في العالم برعاية الفاتيكان وقرروا ما إن تأتي سنة 2000، يعني بعد 22 سنة من ذلك التاريخ، تاريخ اجتماعهم، إلا والقارة الإفريقية السوداء نصرانية بالكامل. وألقوا بثقلهم ووضعوا خططهم وأجلبوا بخيلهم ورجلهم وجاءوا بأموالهم، وهي أموال عظيمة. سمع السميط كما سمعنا، لكن ماذا كانت النتيجة؟ قال، ذهبت إلى الكويت ومنها غادرت إلى إفريقيا سنة 1481 يعني، واشتغلت وعملت كذا وكذا. أنا أعرف ماذا يصنع، أعرف تماما، يتكلم معي طويلا. هو زرته بعد 27 سنة في الكويت، كان عندنا مؤتمر في الكويت مبرة آل البيت، فسمعت أن سمعت مريض في المستشفى، اتصلت بابنه قلت له أريد أن أزور الوالد فاستأذن لي. استأذن، قال تفضل. ذهبت وجدته في غرفة كبيرة فيها 5 أسرة، والرجل ما ارتاحت نفسي لا للغرفة ولا للمستشفى ولا. الرجل عنده عدة جلطات عافانا الله وإياكم، سكر يصل إلى 400، نظارته مثل قعر الفنجان. لما دخل الصليبيون إلى العراق خف لنجدة أهله كما هو شأن المسلم، أتى بالطعام شاحنة كبيرة، طعام والدواء وهو طبيب. انقلبت الشاحنة، كسر ظهره، بقي سنة على ظهره حتى خيف عليه الشلل، قريب من 70. رجل عذره الله من كل وجه كما ترون. قال لا. قلت له دعني أنقلك إلى مستشفى آخر، هذا أنا ما ارتحت له المستشفى. قال لا ولا آذن لك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك أني هنا، وأنا ما أخبرت أحد من أهل الكويت وما كان معنا أحد، والكلام الذي قاله لي إن شاء الله أوصله لكم كما هو بدون زيادة ولا نقصان. ورجل عندي في نفسي أنه ثقة وأوثق مني في نفسي. قال لي التالي، قال لي يا محمد اليوم بعد 27 سنة عمل في إفريقيا أسلم على يدي 5.5 مليون. الله أكبر، الله أكبر. نعم، اسمعوا الرقم أنتم. بنيت
5,000 مسجد. الله أكبر، 5,000. يأتي القيامة وفي صفحته 5,000 مسجد. الله أكبر. نحن لو بنينا مسجدا واحدا لفرحنا به أشد الفرح. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، الحيوان الصغير هذا، جحر الحيوان الصغير، بنى الله له به بيتا في الجنة. كيف هذا يأتي القيامة وفي صفحته 5,000 مسجد؟ لا إله إلا الله. قال حفرت 7,000 بئر، 7,000 بئر، بعضها ارتوازي، أكثرها ارتوازي في مناطق شديدة الجفاف، 1500 متر تحت الأرض. هل هذا فقط؟ لا لا، هذا جزء من عمله. الجزء الأعظم أن الدول التي عمل في 34 دولة إفريقية سوداء. 34، تصور الرقم أنت. هذه الدول أكثرها مسلمة وحاكمها نصراني والوزراء أكثرهم نصارى. كيف؟ لأن المسلم المسكين لا يجد من يأخذ بيده لينتهي من الثانوية. دع عنك الجامعة والدراسات العليا فذاك حلم بعيد المنال. فجاء والنصراني يجد من يأخذ بيده يرسله إلى الغرب، يعود دكتورا فوزيرا في بلاده. ماذا فعل الصميد؟ فعل الأبطال الذين لا يستسلمون ولا ييأسون ولا يتوقفون. بنى كليات في تنزانيا وزنجبار وكينيا، وأدخل أولاد المسلمين، أخذ الموهوبين أرسلهم إلى الغرب، عادوا دكاترة، عادوا وزراء في بلادهم. رأيتم العمل؟ في مؤتمر وزراء، ومات هذه السنة رحمه الله أوائل السنة، صار في مؤتمر لوزراء خارجية العالم الإسلامي في الكويت. أظن وزير خارجية ملاوي أظن طلب زيارة قبر الصميد، دلوه عليه، ذهب زاره زيارة شرعية وعاد. لما صنعت ذلك؟ قال أنا أحد الأيتام الذين كفلهم الصميد صغيرا، وقد كفل 15,000 يتيم. أحد الأيتام الذين كفلهم الصميد صغيرا، عني بي حتى كبرت، صرت دكتورا فوزيرا في بلادي. الله أكبر. وهكذا يصنع. كان عمل إذاعات بلغات إفريقية مختلفة، اشتغل ليقارع من الفاتيكان. والفاتيكان دولة، عليكم السلام، من أفتك دول الأرض وأشدها تأثيرا في السياسة العالمية وتوجيهها، وإن زعموا غير ذلك. أنا قرأت إحصائية من 17 عاما تقريبا، 17 عاما. انظر كيف زادت الأرقام الآن، وأنقلها لكم كما هي. ما هو الفاتيكان هذا؟ عدد المنفرين الذين يدعونهم بمبشرين يعني 300,000 يقبضون رواتب، غير جيش من المتطوع لا يعلمه إلا الله. عندهم في الأرض 145 سفيرا مفوضا فوق العادة، وقل دولة من دول العالم الإسلامي تجتاز حاجز 100 سفير. أي دولة كبرى من يجتاز حاجز 100 سفير أصلا؟ وهذا ما هو سفير، لا لا لا، سفير مفوض فوق العادة. عندهم في الأرض 1500 مطار، مدني وصحراوي وزراعي وبحري. أنا ذاك قبل 17 عاما 57 دولة الإسلامية لا تملك 1500 مطار. أنا أعلم هذا، هذا عملي، أعلم هذا. عندهم في خزائنهم ذهب ورثوه عن آبائهم الضالين لا يدرى كم هو. تأتيهم ميزانية العمل من أوروبا وأمريكا بمليارات لا يعلمها إلا الله، مبالغ هائلة جدا. ولو كفل المسلمون أسرة شهيد قالوا إرهابيون. هم يعملون ليل نهار لدينهم، ليل نهار لنصرة صليبهم. يا إخوة والله يدهش المرء لما يسمع كيف يعمل هؤلاء المتطوعة بالذات. نحن، وأنا أعلم هذا للأسف أقول هذا، كثير من الدعاة الرسميين إذا قيل له اذهب في مهمة للدعوة في بلدي كذا، قال وكم الراتب؟ وأين سأسكن؟ في الحي الدبلوماسي؟ وكيف السيارة؟ وكل شيء من بدري يرتب أمره. اسمع، امرأة عملت مع المجتمع مقابلة، امرأة نصرانية في العشرينات بيضاء في مخيمات الصومال. اليوم جاء المد الطاغي في الصومال وفيضانات، واستوت الأرض مع الأنهار مع
صارت مأساة عظيمة، وطلع الناس فوق الشجر هربا من الغرق. رأى مراسل المجتمع خيمة هائلة ضخمة والناس فيها يدخلون ليموتوا، أكرمكم الله، يتغوطون مكانهم، يتبولون مكانهم، ينتظرون الموت. فرأى هذه المرأة بيضاء نصرانية في أول العشرينات مشمرة، وتجمع بيدها، اسمعوا يا إخوة، اسمعوا وعوا، انظروا الفارق، تجمع بيدها عذيرتهم وغائطهم تخرجه إلى الخارج، وتغسل بولهم، وثم تقوم بغسلهم والعناية بهم وإطعامهم. جاء المراسل: ماذا تفعلين؟ قالت: أنا لما سمعت بالذي جرى جئت هنا. كان أول يوم يموت كل يوم من 30 إلى 40 شخص، بعد أسبوعين صار يموت في الأسبوع من 30 إلى 40، بعد عدة أشهر ذكرتها نسيت الآن من 1404، بعد عدة أشهر أصبح الموت طبيعي المعدل. قال له: يعني من أين جئت؟ ذكرت بلدا أوروبيا. كم تقبضين من راتب؟ قالت: أنا ما أخذ شيئا ولا شيء، أعمل من أجل عيسى. رأيتم؟ من أجل عيسى تعمل، ما تقبض ريالا واحدا، تعمل من أجل صليبها وعقيدتها الباطلة. أين المسلمون الذين يعملون لعقيدتهم الصحيحة؟ الأستاذ أحمد الصويان في مجلة البيان، هذا خبر واحد في المجتمع واحد في البيان. أما البيان فلما صارت مشكلة في موريتانيا بين الموريتانيين والسنغاليين على الحدود، فالسنغاليون عند نهر السنغال، فالذي حصل قال: ذهبت إلى الحدود، هو ذهب بنفسه ويحكي القصة، قال: وجدت أولئك النسوة جالسات، بينهن امرأة بيضاء نصرانية. سألت فإذا هي نرويجية، يعني أتت من أكثر بلاد العالم ترفا، اسكندنافية، بلاد اسكندنافية أكثر بلاد العالم ترفا وتمتعا بالحياة. أتت إلى الحدود لتجلس مع النسوة السوداوات اللواتي في حالة يرثى لها. قال: فلما جن الليل رأيتها مع النسوة، على رأسهن الجرار وعلى رأسها جرة، هي هذه المرأة، يذهبن ليملأن الماء من مكان بعيد. وعادت معهن جرة ماء تضع فوق رأسها، ما تعودت هذه، هؤلاء النسوة تعودن، هذه ما تعودت، هذه جرة الماء ثقيلة 30 كيلو أو أكثر، كيف تضع فوق رأسها وتمشي بها؟ هذه تضحية لصليبهم. قال: وأنا أراقبها، موجود قال في البيان، اقرأوها. قال: ففي الليل جلست هذه المرأة بين النسوة تغني لهن وترفههن، طبعا تطعمهن، تعرض عليهن عقيدتها الخبيثة الباطلة. أين المسلمون الذين يعملون لدين الله وينصرون دين الله تعالى؟ هؤلاء يعملون هكذا. فالصميت لما قرر أن يعمل، قرر أن يقارع تلك الدولة بالإمكانيات التي ذكرتها لكم، ما قرر شيئا يسيرا، لكن الله نصره وأعزه وجعله شوكة في حلق الفاتيكان وفي جنبه. كيف؟ فضل الله. ثم بهمة العجيبة، ماذا قال لي؟ هو يقول لي، قال: مرة أخذني الإخوة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر من أجل محاضرة، فلما وصلت في 1:03، كم الساعة عندكم الآن؟ طيب، لما وصلت 3 دقائق وانتهي إن شاء الله. لما وصلت قال: شققنا عليك يا شيخ. قال: شققت علي 1:03، وصلنا سيارة مكيفة، طريق ممهد، ايش شققت علي؟ قال: أنا أنتقل من قرية إلى قرية في إفريقيا، في صندوق الشاحنة الخلفي، وتصطدم بي شاحنة، تدخل في حفر وتخرج، تصطدم أو أتحرك فيها ذات اليسار وذات اليمين 18 ساعة حتى أصل إلى القرية. 18 ساعة في صندوق الشاحنة. هذا هو الوجيه والثري والسري بين قومه، لكن انظر ماذا يصنع. قال: مرة اعترضنا مستنقع، كان لابد من خوضه الوصول إلى القرية. الماء فوق الأثداء، مخلوط بروث بقر وطين،
قال ولا بد من النزول، وهو طبيب يعرف أمراض المستنقعات بالهارسيا وملاريا ومصايب، لا بد من خوض المستنقع. نزلنا، قلت له كم يا أستاذ؟ قال 4 ساعات. 4 ساعات وهو يمشي في المستنقع. طيب لو تمساح خرج، لو تعب الرجل عنده سكر 400 يعيش على إبر أنسولين يموت بدونها، كيف يصنع هذا في وسط المستنقع؟ لكن الهمة العلية. قال لي كم مرة طردت من بلد، كم مرة منعت من دخول بلد، كم مرة ضرب علي الرصاص، كم مرة هددت بالقتل، لكنها الهمة العلية والعزيمة النادرة. قال مرة جئت أنا وزوجي وأولادي، زوجي قال هو يقول لي ثرية جدا، وجدا هذه ليست من مبالغاتي بل نص كلام الأستاذ. علمت فيما بعد أنا تملك 330 مليون ريال، 3 مليار ريال ثروة زوجه. قال أنفقت مالها كله لمشاريع في إفريقيا. هذه المرأة العجيبة. قال جئت أنا وزوجي وأولادي إلى قرية ما وجدنا الوكيل، ما كان في جوالات ولا كذا، 5 أيام ينتظرونه. طلبوا سكنا ما هناك سكن. قال وجدنا جدارا أقمنا عنده 5 أيام على الأرض، نبيت على الأرض عند الجدار. طلبنا طعاما، قال ما هناك إلا الموز، ما يصلح له الموز، 400 السكري، لكنهم الرجال 5 أيام يأكل الموز. وفي النهاية حصل على ما حصل عليه، أجر الله على يده ذلك الخير العظيم، وفعل ما ذكرته لكم ووصفته. كل واحد منا هنا يستطيع أن يكون سميطا آخر، مش شرط يذهب إلى أفريقيا، ليس شرط أن يذهب إلى أفريقيا، ليس شرط أن يكون مثل أحمد ياسين ويجاهد في فلسطين، لا، مجال مفتوح أمامك. صاحب المال بمالي، صاحب التجارة بتجارتي، صاحب الدعوة بدعوتي، صاحب العمل الخيري بعمل خيري، صاحب العمل الإغاثي بعمل إغاثي، وهكذا وهلم جرا. كل واحد منا يستطيع أن يكون سميطا آخر وأحمد ياسين آخر، لكن بنظرة أخرى وميزان آخر. أنا هنا أرمي جمرات قبل 3 سنوات بين جمرتين، وقف أمامي رجل لبناني أشيب منتصف الستينات هكذا، أقرب إلى 70 منه إلى 60. قال جئتنا في ألمانيا في هامبورغ قبل 7 سنوات، تذكرني؟ قلت لا والله يا أخي ما أذكرك. ثم أنه قبل أنا 7 أيام ما أدري ماذا جرى، ما هو 7 سنوات، أنسى ما أستطيع ما أعلم. قال لا تذكر يوم جئتنا في مرآب للسيارات، موقف جراج يعني، رفعوا السيارات منه وجعلوه مكان للمحاضرة. تذكرت أن المكان غريب، تذكرت مباشرة. قلت له نعم. قال تكلمت مع السميط؟ قلت نعم. قال أنا عقب المحاضرة قررت أن أعمل مثل ما يعمل السميط. قلت ما شاء الله. وذهبت إلى إفريقيا، 7 سنوات لي في إفريقيا أعمل. قلت ما شاء الله. قال أسلم على يدي 3000 شخص. الله أكبر. إذا رأيته ما تقدر أنه عمل هذا العمل، ما شاء الله. لكن انظر الهمم، كل واحد منا هنا يستطيع أن يكون جنديا من جنود الإسلام، عاملا لدين الله، ناصرا لدين الله، رافعا لراية الله في الأرض. بقي العمل. وما أظن بعد هذا التذكير من تذكير إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى بلادنا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، وأن يجعلنا من جنده فإن جنده هم الغالبون، ومن حزبه فإن حزبه هم الفائزون، وأن يشرفنا بالعمل لدينه، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله تعالى أعلم وأحكم وأجل وأعظم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.